الترجي الرياضي التونسي يحتج بقوة على الحكم جون جاك ندالا اللي زفر مباراته ضد بيترو أتليتيكو الأنغولي، المقابلة اللي وفات 1-1 في الجولة الثانية من دوري مجموعات الشامبيونز ليج الإفريقية، واللي هدف التعادل للترجي سجلوا دياكيتي في الدقيقة 89. الترجي يقول انه الحكم هذا مش أول مرة قرارته تكون ضد الاسبيرونس، ويقول انه وثق كل الفيديوهات اللي فيها أخطاء الحكم هذا وباش يرسل بها الكاف. ايضا الترجي اللي يقول انه مش اول مره يتظلم في افريقيا، بما انه في النسخه الماضيه كانت نحاله هدف اللي كان سجله اشرف الجبري ضد سان داونز الجنوب افريقي في مباراه الدور الربع النهائي، والخطا الفادح اللي قامت به الحكمه في غرفه الفار. شنو رايك في المقابله نتاع الترجي وبيترو اتليتيكو؟ وهل حقا انه جون جاك ندالا اثر على نتيجه المقابله؟ اكتبوا لنا رايكم. C'est regrettable encore une fois de se faire arbitrer de cette manière. Franchement, ça en devient triste au football africain. Malheureusement كتلقى الاربيتراج كيما كي حقيقة معناتها كيما نقولوا نحن كسر برشا لاعب وذبحنا برشا معناتها بلغة الكويت. الاربيتر كان في الاخر حب يزيد اكثر وقت، كان يبروفوكي في اللاعبين، الاولاد كانوا مركزين كما يلزم. نعرفوا ظروف الافريقي كيفاه،